جندي متطوع في الجيش الأمريكي بقرر إنه مش هيستخدم السلاح علشان ما يقتلش حد في المعركة، فالكل بيصفه بالجبن رغم الغاية النبيلة اللي هو عايز يحققها. هل هيقدر ينجو في ساحة المعركة ولا هيموت في النهاية؟ تعالوا نشوف ملخص الفيلم. تبدأ الحكاية في جبال فيرجينيا في أمريكا مع ديزموند دوز وأخوه هال، وهم بيتسابقوا على الجبال، وبيكون والد ديزموند وأبوه اسمه توماس بيكون في المقابر، بيكون بزور أصحابه اللي ماتوا في الحرب، ولما بيرجع بيلاقي ديزموند وأخوه هال بيتخانقوا مع بعض، لكنه ما بيهتمش بيهم وبالعكس بيشجعهم. وفي وسط ما بيلعبوا بيمسك ديزموند طوبة وبيضرب أخوه بيه في راسه، وبيجري بيه توماس عشان يلحق هال، وبيروح يقف قدام صورة مكتوب عليها ال7 خطايا الكبرى، وبيكون مركز مع خطية القتل، قصة شهيرة عن قتل قابيل لهابيل أخوه. بيكون توماس جاي يضرب ديزموند بالحزام على اللي عمله في هال وإنه كان ممكن يقتله، ولكن والدته بتلحقه وبتقوله إنه الضرب مش هيفيده في حاجة. وبروح لأمه وبقول لها ليه أبوهم بيكرههم كده؟ قلت له لا ما بيكرهكمش، بس الحرب غيرت من طبعه. بعد كده بتعدي 15 سنة، بيكون ديزموند شغال في الكنيسة وبيسمع صوت صريخ، بيروح للصوت فبيشوف واحد مصاب في رجليه وبياخده وبيطلع معاه المستشفى، فبيسأله الدكتور انت اللي ربطت الحزام؟ فبقول له ايوه، فالدكتور بقول له انت انقذت حياته. وبيفضل ديزموند يتفرج على الدكاترة والممرضين بإعجاب شديد بيهم، وبيشوف ممرضة وبيعجب بيها فبيروح يكلمها، وبتكون الممرضة دي اسمها دولفي، فبتقول له الممرضة ان ده قسم تبرع بالدم، وبتلاحظ الدم اللي على هدومه فبتقلق عليه، ولكنه بقول لها انه ده مش دمه، وبقول لها ده دم المصاب اللي جابه، فبقول لها انه هو هيتبرع بدمه. في وقت ما هو بيتبرع بالدم بيلاحظ كتاب في شنطتها بيتكلم عن الطيور، وبيفهم انها بتحب الطيور، وبقول لها انه هو كان نفسه يبقى دكتور بس تعليمه ما كانش كافي. وفي الصبح وهو خارج من البيت بقول لاهله انه هو اتعرف على واحده اسمها دولفين وانه هو هيتجوزها، وفي طريقه للمستشفى بيلاقي ريش الطائر فبياخدها علشان يديها لدولفين. بيروح المستشفى وبقول لها انه هو جاي يتبرع بالدم، فبتقول له انه هو ما ينفعش يتبرع يومين ورا بعض، وبيطلب منها ان هم يخرجوا السينما مع بعض، وهناك بيسألها اسئله طبيه، فبتقول له انت لازم تفتح مواضيع وانت خارج مع واحده في مواعيد، وبتقول له انه لو مهتم تجيب له الكتاب، فبقول لها عن المواعدة، فبتضحك وبتقول له لا عن الطب. وبروح ديزموند وهم على السفرة بيدخل هال وهو لابس الزي العسكري، وبقول لهم انه هو اتطوع في الجيش، وبيتعصب ابوه وبقول له يقوم من وشه. وفي يوم بيوصل ديزموند دولفي المستشفى وبقول لها انه هو قرر يتطوع في الجيش وانه هو ينقذ حياة الجنود ومش هيقتل حد، فبتزعل دولفي وتسيبه وتمشي، فبيروح وراها. فدولفين بتقول له انت هتطلب مني الجواز ولا لا؟ وبقول لها اكيد بدون اي شك، وبيطلب منها الجواز فبتوافق. وبروح ديزموند لابوه اللي بيكون في المقابر وبقول له انه هو اتطوع في الجيش، فابوه بيقول له دي اماكن جثث اصحابه اللي ماتوا في الحرب، وبقول له انه هو مش عايز في يوم انه هو يجي يزور ابنه. وهو ماشي للجيش بتودعه حبيبته وبتديله الانجيل وبتكون فيه صورتها ومكتوب عليها ارجع لي سليم. وبروح ديزموند لمعسكر جيكسون وبيتعرف على زمايله وبيدخل عليهم الشوي السيد وبيسمي كل واحد اسم. اما ديزموند بيقف نصيبه عود القصب، وبيبدأوا التدريبات وبيعدوا حواجز، وبيكون في جندي اسمه سميثي بيبان انه هو مخنوق من ديزمي فبوقعه وهو بيتسلق الحاجز، ولكن في الاخر انه ديزموند بيقدر يكسب السباق، وبيكونوا هيتدربوا على اطلاق النار. والشوي السيد بيقول لهم كله يمسك السلاح، وكلهم بياخدوا سلاحهم الا ديزموند. فالشوي السيد بيقول له السلاح مش عاجبك ولا ايه؟ فبقول له ان هم قالوا له انه هو مش شرط انه يمسك سلاحه لو اتطوع. فالشوي السيد بياخده للنقيب وبقول له انه ديزموند مش هيمسك سلاح وانه هو مش هيشتغل يوم السبت لانه متدين وبيتعبد فيه. فالنقيب بيقول له انه هيبعته لدكتور القوى العقليه. الشوي السيد بيقول لهم انتوا لو بتموتوا ما تعتمدوش على ديزموند لانه خايف يمسك سلاح. وفي العنبر بيكون ديزموند بيقرا في الانجيل، فسميتي بياخد الانجيل منه وبوري صوره حبيبته لزمايله، فبقول لديزموند انه هو ما يستحقهاش وبقول له انها تستحق واحد ارجل منه. فديزموند بيترجى انه هو ما يعملش اي مشاكل. سميتي بيرمي الصوره على الارض. بعدها بيقابل ديزموند دكتور المعسكر وبقول له انه هو مش تعبان ولا مجنون بس هو مش عايز يقتل حد. فبروح الدكتور للنقيب وبقول له ان ديزموند سليم ومش السبب ان هم يطردوه من الجيش. فالشوي السيد بيقول للمساعد بتاعه ان هم يزودوا الشغل على ديزموند فبيخلوه ينظف الحمامات. وفي يوم وهو نايم صحابه كلهم بيتلموا عليه ويضربوه، فبيجي الشوي السيد في الصبح فبيلاقي السرير عليه دم وبقول له ايه اللي عمل فيك كده؟ فالشوي السيد بيقول له ان هو لازم يسيب الجيش، لكن ديزموند بيرفض انه يمشي. فبيسأله الشوي السيد على اللي عمل فيه كده، فديزموند بيقول له انه اتخبط وهو نايم وبيجي ميعاد الاجازه، لكن قائد المعسكر بيرفض انه يديله تصريح الاجازه وبقول له انه هو ما كملش تدريباته علشان ياخد اجازه. فديزموند بيقول له النهارده ده فرحي وانا لازم امشي، فبقول لعسكري انه يدي لديزموند سلاح ولو انه اثبت انه هو بيعرف يضرب بيه هيديله الاجازه. فبيرفض ديلفون انه هو يمسك السلاح
بتكون دولفين مستنية حبيبها في الكنيسة علشان الزفاف، لكنه ما بيجيش علشان انهم حبسوه في الانفرادي. وبيدخل النقيب لديزموند بيقنعه انه هو يسيب الجيش، لكن ديزموند بيرفض وبيجيب له دولفين عشان تقنعه، فبقول له انه هو مش هيقدر يعتذر ويسيب الجيش. وفي المحكمة بيجي ابوه وبيسلم للقاضي جواب مكتوب فيه ان الجنرال بيقول ان من حق ديزموند انه هو يكمل في الجيش بدون سلاح وانه مسؤول عن حماية نفسه. فبيحكم القاضي لصالح ديزموند وانه هيشتغل في الجيش كمسعف. وبيبدأ المعسكر طريقهم للحرب، وبيشوفوا جزء زمايلهم وهم راجعين في العربيات، وبيجوا اتنين، واحد اسمه شكتور وواحد اسمه بيتز، بيقولوا له ان هم مسعفين زيه. وشكتور بيقول لديزموند بيقول له ان هو يشيل علامة الصليب الاحمر لان هم بيستهدفوا المسعفين بالذات. وبيطلب النقيب القوى البحرية انها تقصف الجبل قبل ما يطلعوا علشان تسهل عليهم وتخفف الاعداء. وبعدين بيبدأوا يتسلقوا جبل هاسكو وبيوصلوا لميدان المعركة وبيلاقوا جثث كتير من زمايلهم. وفجأة بيبدأ ضرب النار، فهم ما بيبقاش شايفين بسبب الضباب، وبتحصل انفجارات من كل مكان. فسميتي بيمسك واحد من الجنود اللي ماتوا وبيبدأ انه يهاجم عليهم بشكل جنوني جدا، وفعلا بيقتل منهم عدد كبير، وده بيدي فرصة لباقي الجنود اللي وراه انهم يتقدموا. وبيبدأ ديزموند انه يتحرك علشان يصحف المصابين في وسط انفجارات رهيبة ورصاص من كل اتجاه. وبيحصل انفجار فبيصيب واحد من الجنود وبروح له ديزموند فبيلاقي رجليه متقطعين، لكن شكتور بيقول لديزموند انه يسيبه لانه كده كده هيموت وانه يشوف واحد غيره احسن، ولكن ديزموند بيرفض يسيبه وبيشيله على ظهره وبيرجعه. بيبدأ سميثي انه يتحرك له قنبلة للامام عشان يفجر الشلتر اللي فيه الجنود، وبسببه بيعيق تقدم الكتيبة، وفعلا بينجح انه يفجره. ونروح عند ديزموند اللي بيروح لزميله فرانك اللي بيستغيث وبيروح يساعده هو وسميثي، وبيشيله وبيرجعه للمسعفين. بيجي الليل وبتهدى الحرب، وبيبقى ديزموند وسميثي قاعدين مع بعض، وبيعتذر سميثي من ديزموند لانه عمله وحش وانه هو كان فاكر انه جبان لا يعتمد عليه، وبقول له انه هو ممكن يكون احمق في بعض الوقت. وبيضحك ديزموند وبقول له بعض الوقت برضه، فبيضحك وبقول له عندك حق، وبقول لسميثي انه هو ينام لو عايز عشان دي غفرته الاولى. وبينام ديزموند ولكنه بيحلم ان اليابانيين هجموا عليهم وقتلوا هو وسميثي، وبيقوم مفزوع وبيحكي لسميثي الحلم. فسميثي بيقول له انه هو يشيل سلاح معاه وبيرفض، وبنعرف ليه ديزموند رفض السلاح لان ابوه في مره كان بيضرب والدته وبيهجم عليه ديزموند وبياخد منه السلاح وبيوجهه باتجاهه. فسميثي بيقول له بس انت ما قتلتهوش، فديزموند بيقول له انه هو قتله بس في عقله، ومن وقتها وهو عهد ربنا انه هو ما يلمس اي سلاح بعد كده. وفي النهار بيهجم اليابانيين باعداد كبيره جدا، بيطلعوا من كل مكان والامريكان ما بيقدروش يتصدى ليهم، فبيضطروا ان هم يرجعوا تاني للخلف. وبيتصاب النقيب هاول وجيكتور المسعف، فبيقرروا ان هم ينسحبوا، ولكن للاسف بيتصاب سميثي. بيجري عليه ديزموند، فسميثي بيقول له ان هو خايف، فبيديله ديزموند حقنة المورفين علشان تخفف الألم، وبيبدأ يغيب عن الوعي. وبيشيلوا ديزموند على كتفه وبيجري بيه في وسط انفجارات ورصاص من كل مكان، وبيوصل بيه، ولكن للأسف بيكون سميثي مات. وبيبدأ الجنود ان هم ينزلوا تاني تحت، لكن ديزموند بيرفض وبيفضل مع صديقه لآخر لحظة، وبيكون مخنوق وزعلان جدا، وبيسمع صوت حد بينده من بعيد وبيقول ساعدوني. فبيروح ديزموند انه هو يروح يشيل زمايله وينقذهم وبينزلهم، ولكن الضباب اللي كان حاجب الرؤية بيختفي، وبيشوف اليابانيين وهم بيقتلوا في اللي لسه عايش. وبيسمع ديزموند صوت حد بيطلب المساعدة، وبيجري عليه وبيقول له انه هو يثق فيه وبغطيه بالتراب علشان اليابانيين ما يشوفوش، وبيحط على نفسه جثة علشان يفتكروه ميت، وبيعدوا وما بيشوفوش. بينقذ ديزموند الجندي ولكنهم بيضربوا عليه، فبينزل يستخبى في نفق، ولكنه بيلاقي جندي ياباني مصاب، فبيقرر انه يساعده. وبيكون الجندي الياباني مذهول. وبيجي الليل ولسه ديزموند بينقذ في الجنود لحد ما بيتعب ديزموند، ولكنه بيطلب من ربنا انه يقويه على انه ينقذ جندي اخير. ولما بيجيب جندي بيدعي ربنا برضه انه ينقذ جندي تاني، وبيفضل كده طول الليل. وبيجي النهار وديزموند بيلاقي الشويش سيد وهوليوود، فبيرجع له المعسكر وبيرجع للرقيب تاني. فواحد من اليابانيين بيضرب عليه نار، فالطلقة لحسن حظه بتيجي في الخوذة، فهو بيقول له ان هو يتحرك علشان يشوف مين اللي بيضرب عليه، وبيقتل الياباني. فديزموند بيقول له ان هو يقعد على قطعة القماش علشان يسحبوا بيها، وفعلا بيعمل كده. لكن بتيجي مجموعة من اليابانيين، فبيبدأ الشاوي السيد انه يصيد واحد ورا التاني، فبيروحوا للحافة بيربط ديزموند هل وبينزله تحت، ما بيرضاش ينزل من غير جثة صاحبه سميثي، فبيجيبه وبينط من فوق. وبيجوا اليابانيين وراه، لكن الجنود بيتعاملوا معاهم. وبينزل ديزموند وبيمشي في وسط ذهول شديد من الجنود،
فبيجي له النقيب بلوفر وبقول له انت عملت اكتر من اي شخص ممكن يعمله للبلد، وبيتأسف له عن اللي عمله معاه في الاول، وبيطلب منه انه يسامحه، وبقول له ان هم لازم يهجموا بكره تاني ولكنه محتاجه معاه، ولكنه اليوم التاني ده بيكون يوم السبت اللي بيتعبد فيه ديزموند، وبقول له مفيش حد من العساكر هيطلع الا اما انت تكون معاهم. وبعد ما كان مالوش قيمه في نظرهم بيكونوا مستنيينه لحد ما يخلص، وبيرجعوا يحاربوا ولكن بيخلوا اليابانيين يستسلموا، واليابانيين بيبداوا يخرجوا ويظهروا الرايه البيضاء، ولكن بيحصل منهم غدر وبيرموا قنبله، وبيجري ديزموند وبيرجعها عليهم تاني، ولكن بتنفجر في الهواء وبينصاب ديزموند، وبيشيلوه على نقاله وبينزلوه لتحت. بيكون مبسوط بسبب الارواح اللي نقذها، وبتكون القصه دي حقيقيه. اتمنى يكون الفيلم عجبكم. سلام.